السلام عليك يا مهند. وعليك السلام ورحمة الله يا أبي. هل غسلت يدك؟ نعم يا أبي، لقد فعلت وأحضرت هذه الأطباق وأدوات المائدة. حسنا فعلت يا مهند. رائحة الطعام اليوم ذكية، كم أنا جائع. قبل أن تبدأ الطعام عليك أن تقول بسم الله. سوف أفعل بإذن الله، ولكن ماذا أقول إذا نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. خيرا فعلت يا مهند. وأنا ألم أفعل خيرا؟ بلى يا سلمى، لقد كنت خير معين لي في إعداد الطعام، ولكني قصدت ما ذكره مهند. لنبدأ في الأكل قبل أن يبرد الطعام. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألم تنسى شيئا يا عمر؟ لقد غسلتها بالفعل يا مهند، ولكني لم أقصد يديك. عليك بذكر الله عند بدء الطعام. لقد نسيت. إذا نسيت فلتقل بسم الله أوله وآخره. بسم الله أوله وآخره. لقد عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. بالفعل، ومن قالها غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك أيضا دعاء لمن أطعمنا وسقانا، فعلينا أن نقول: اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني. اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني. أنا أغسل الأطعمة قبل الأكل، وأحب النظافة دائما. اغسلوا الطعام قبل الأكل يا أصدقائي، فربما يكون ملوثا. أنا لا ألعب في الشارع حتى لا أعرض نفسي للمخاطر.